السلام عليكم ورحمة الله. في الفترة الأخيرة وجدنا إن كتير قوي من المسلمين يوالون أهل الكفر. يعني إيه يوالون أهل الكفر؟ أو يودونهم، بيحبوهم محبة قلبية، وهذا في الحقيقة أمر خطير جدا لا ينبغي للمسلمين. نحن أمرنا معاشر المسلمين أن نعامل أهل الكفر معاملة حسنة، وألا نظلمهم، وأن نتزوج منهم، وأن نأكل طعامهم، وأن نقف بجوارهم ونفرج عنهم همومهم وكروبهم، وأن نساعدهم. ولكن المحبة القلبية لا تكون إلا للمسلمين فقط، وهذا أصل في الدين ينبغي على المسلمين إن هم ياخدوا بالهم منه كويس. أنا مش بقول لك عاديهم واضربهم واقتلهم، لا، هذا يعني مرفوض في الإسلام. لا يحل لمسلم أن يقتل غير مسلم، ولكن هناك أصول أصلها لنا ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم. تعالى حبيبي معايا أعرفك بس كيف تكون الموالاة حقا كما بينها القرآن الكريم، فابقوا معنا وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. مبدأ المفاصلة حبيبي في الله بين أهل الإيمان وأهل الكفر مبدأ مهم جدا في عقيدة الإسلام، نبه إليه سبحانه وتعالى في أكثر من موضع من كتابه الكريم. من ذلك قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقوله سبحانه: لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وقوله تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ومن هذا القبيل يأتي قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وقد وردت في هذه الآية سبب نزول، يعني لها سبب نزول، نزلت بسبب معين. الرواية الأولى أن قوما من اليهود جاءوا إلى نفر من المسلمين ليفتنوهم عن دينهم، فأشار إليهم بعض المسلمين بعدم الاستجابة لدعوتهم والانجرار وراء فتنتهم، وقالوا لهم: اجتنبوا هؤلاء اليهود واحذروهم أن يفتنوكم عن دينكم. فأبى أولئك النفر إلا مطاوعة اليهود، صمموا إن هم يمشوا وراء اليهود، وراء عروض اليهود وكلام اليهود لهم يعني. فنزلت هذه الآية، وهذه الرواية ذكرها الإمام الطبري رحمه الله نقلا عن أبي إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكرها السيوطي رحمه الله في أسباب النزول، ولم يذكر غيرها في سبب نزول هذه الآية. الرواية الثانية أن الآية نزلت في حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وغيره ممن أظهروا الولاء لكفار مكة لحاجة كانت في أنفسهم، وهذه الرواية ذكرها الرازي في تفسيره ونسبها إلى مقاتل. الرواية الثالثة أنها نزلت في عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان له حلفاء من اليهود، فلما كان يوم الأحزاب قال: يا نبي الله، إن معي 500 من اليهود وقد رأيت أن يخرجوا معي، فنزلت هذه الآية. وهذه الرواية ذكرها الواحدي عن ابن عباس رضي الله عنهما. الرواية الرابعة أن الآية نزلت في المنافقين، كانوا يتولون اليهود والمشركين ويأتونهم بالأخبار ويرجون أن يكون لهم الظفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية ونهى المؤمنين عن مثل فعلهم. وهذه الرواية ذكرها الواحدي أيضا في أسباب النزول عن الكلبي. وجميع هذه الروايات لم يثبت منها شيء في كتب الصحاح، إلا أنها بمجموعها يستأنس بها لبيان سبب نزول هذه الآية. يعني هو الحقيقة الروايات دي غير ثابتة في كتب الصحاح، لكن يستأنس بها ولها شاهد في القرآن، اللي هي الآيات اللي احنا سمعناها.
وما يعنينا في هذا المقام أن الآية الكريمة نزلت على سبب خاص أو أسباب بحسب ما تقدم، إلا أن معناها عام في كل زمان ومكان، وما أحوجنا نحن المسلمين اليوم لامتثال ما أمرت به الآية الكريمة، وخاصة بعد أن أصبحت موالاة غير المسلمين سنة متبعة عند بعض المسلمين للأسف الشديد. والأسوأ من هذا أن بعض المسلمين يوالي غير المسلمين ويستعين بهم على إخوانه من المسلمين، وهذا خطر، وهذه طامة كبرى، وهذا مخالف أشد المخالفة لما أمرت به الآية الكريمة والسنة النبوية لصاحبها صلى الله عليه وسلم. على أن الأمر الذي ينبغي الإشارة إليه بهذا الصدد يا إخوة، أن النهي عن موالاة غير المسلمين لا يعني أبدا مقاطعة غير المسلمين، زي ما احنا اتكلمنا دلوقتي وقلنا ان مش معنى ان انا بقول لك ما تحبهمش من قلبك فانا بقول لك اقتلهم او عاديهم، لا. لا ينبغي ان تقاطعهم ولا ان تعاديهم، فليس هذا هو المقصود من النهي عن الموالاة، بل الموالاة المنهي عنها انما هي مودة المشركين ومحبتهم واتباعهم في امورهم كافة، والمسلم مأمور بالبر لغير المسلم ومعاملته بالحسنى. وقد قال الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فشتان بين موالاة غير المسلمين وما بين البر إليهم ومعاملتهم بالحسنى. لازم نفرق يا أخوانا بين الأمرين. فالأمر الأول مذموم ومنهي عنه أشد النهي، اللي هو إيه؟ اللي هو الموالاة، ان انت تسمع كلامهم وتمشي وراهم وتحبهم من قلبك وكده، فالامر ده مذموم. لكن الامر اللي مندوب ومطلوب لا ينبغي الخلط بينهما، وهو ان انت تبرهم وتحسن اليهم وتساعدهم ولا تؤذيهم ولا تعاديهم. فهذا هو مقصود القرآن الكريم، وهذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن علمنا جيد يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش بين اليهود، وما علمنا انهم آذاهم، وما علمنا أنه قاتلهم إلا لما قاتلوه، وحتى كان لا يخلف وعده معهم إلا أن يخلفوا هم أولا. فهذا أصل أردنا أن نبينه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.